بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الذين هم محسنون. أيها المؤمنون، علاقة عظيمة ورابطة قوية لا تبنى على أواصر النسب والقرابة، لكنها عند الله بمنزلة عالية. إنها علاقة الجوار، تلكم الصلة الموصولة التي أولاها ديننا الحنيف عناية بالغة، فحثنا على رعايتها وتعزيزها والوفاء بحقها. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فتأملوا كيف عطف سبحانه الإحسان إلى الجار على الإحسان إلى الوالدين وذوي القربى، تنبيها على عظيم مكانته. كيف لا والجار أقرب الناس إليك عشرة، والجار أقرب الناس إليك عشرة وأكثرهم لك مخالطة، فلا غرو أن يكون الإحسان إليه من تمام الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وفي المقابل فإن من يسيء إلى جاره يدل ذلك على ضعف إيمانه. لذلك أقسم نبينا صلى الله عليه وسلم بأغلظ أيمانه فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قيل: وما بوائقه؟ قال: شره. عباد الله، إن حق الجار عظيم والتفريط فيه أمر جسيم، فما زال جبريل الأمين يتردد على خاتم المرسلين يوصيه بالجار ويكرر الوصية حتى كأنه من الأهل والقرابة. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإن من حقوق الجار أن تبدأه بالسلام وتقابله بالابتسام، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة. وإذا دعاك جارك فأجب دعوته وأهله واقبل هديته، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا
يجتمعوا في المجالس يتواصلون ولأواصر الجوار ينطقون، فبذلك تترسخ المحبة وتتعزز في المجتمع نور المودة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وعد بالجنة والغفران من كان محسنا إلى الجيران، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن حسن الجوار من أعظم أسباب السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من السعادة، ومنها الجار الصالح، وهو سبب في استقرار الأسر والبركة في العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فلنكن جيران خير لمن يجاوره، فإن خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، ينفعه في دنياه ويشفع له في أخراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له 4 من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا، إلا قال الله عز وجل: قد قبلت علمكم فيه وغفرت لكم ما لا تعلمون. فمن أسعد ممن أحسن إلى جاره، يغفر له ذنبه ويحبه ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأحسنوا جوار من جاوركم. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم وحبيبكم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا بك مؤمنين، اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإليك منيبين، ولجيراننا محسنين وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لكل من وقف لك وقفا ابتغاء مرضاتك وطلبا لجناتك. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار، وأتم اللهم العافية علينا، وبارك لنا في أرزاقنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين وسائر شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة.
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى